السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الفطائر اللي كيجيو اكثر من رائعين في المذاق، بمكونات بسيطة بزاف وكيوجدوا في رمشة عين. ودابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير كاس ديال الماء، دائما كيبقى القياس ديال العنبة، نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال عصير ليمون، كاس ديال دقيق الفينو او السميد الناعم، كاس ديال السميده رقيقه، معلقه كبيره ديال السنيده او سكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الخميره، حبه ديال البيض، بساشي ديال الفاني، نص معلقه ديال الملح صغيره، وخماره من وزن 8 غرامات. كيف ما كتشوفوا مقادير اللي هي بساط بزاف، يعني ما عندنا فيها لا زبده لا زيت. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، كناخذ واحد الاناء. اول حاجه كنوضعوا فيه النواشف، كنديروا الكاس ديال الفينو مع الكاس ديال السميده، من بعد كنضيفوا لهم جميع المقادير اللي بقات عندنا، الفاني وسكر سنيده، من بعد كنزيدوا عليهم الخميره حبيبات، حبه ديال البيض، يعني كنخلطوا كل شيء مره واحده. الملح كتبقى على حسب الذوق، وكنزيدوا الساشيه ديال الخميره، من بعد كنضيفوا لهم نصف كاس ديال الحليب، كنضيفوا ليه نصف كاس ديال عصير ليمون. انا استعملت ليمون المندالين، هذا هو الوقت ديالو، نحاولوا نستغلوه. كناخذ واحد الخلاط يدوي، كنخلطوا كاع العناصر مزيان حتى كتندمج. من بعد كنضيفوا ليها الكاس ديال الماء. بالنسبه للماء راه كيكون دافي شويه، ماشي سخون، غير دافي. انا هنا عطيتكم مقادير مضبوطه باش تجربوها وتنجح معكم ان شاء الله. راه كتوجد في وقت اللي هو قياسي، غير بين ما عمرنا اتاي كنلقاو الفطائر ديالنا واجده، يعني ما فيهاش مجهود، يعني بدون عجن ولا دلك. من بعد خديت هاد المكسور وغادي نطحنها مزيان. بالنسبه لكم ممكن تطحنوها حتى في الخلاط الكهربائي، اللي ما متوفرش عندها طحنها غير في الخلاط الكهربائي باش نضمنوا على ان الخليط انه تجانس مزيان. طحنوها غير مده ديال 2 دقائق، كتعطينا هاد الفقاعات كيف ما كتشوفوا. هاد الفقاعات كيساعدوا على ان الفطائر ديالنا كتجي خفيفه، يعني على هاد الشكل هذا. من بعد غناخذ واحد البلاستيك غذائي ونغطيها ونخليوها تخمر لمده ديال 12 دقيقه. بعد ما داز 12 دقيقه كنجيو نشوفوا الخليط ديالنا، كيبان لي على انه صافي يعني خمر. انا نعطيكم واحد الملاحظه باش كنعرفوا على ان الفطائر ديالنا راها خمرات. يعني كيف ما كتشوفوا هذوك الفقاعات اللي كيبقاو في المغرف ملي كنحركوا الخليط، كتدل علينا على ان الفطائر راه خمرات، سواء هاد النوع سواء كان بغرير او اي نوع من الفطائر. من بعد كناخذ واحد المقله كنديرها بالنسبه للعافيه، راه كتكون مهيله قل من اللي شفتو. هذه درتها غير باش بين ما سخنات المقله. من بعد كنقص العافيه كنخليها مهيله، كناخذ شويه ديال الزيت وكناخذ واحد الفرشاه وكندهن المقله، سواء زيت او زبده يعني اللي متوفر. انا درت هنا غير الزيت. كندهن المقله وكناخذ واحد الكميه ديال تقريبا 2 ديال المغارف باش كيجيونا الفطائر ديالنا عالين وكيجيونا شويه غلاظ. بالنسبه للمقله انا هنا درتها شويه كبيره، بالنسبه الا كانت عندكم صغر من هكذا كيجيو افضل وكيعطيو حتى الكميه كتكون اكثر. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم،
يعني كيبانو لنا غير الجوانب بداو شويه كيتحمروا، يعني واخا الوسط ما يكونش ناشف بزاف، يعني كنجربوهم غير من الجوانب، يعني كيف ما كتشوفوا بداو كيتحمروا من الجناب. من بعد كنقلبوهم مباشره واخا كيكون الوجه ديالهم ما ناشفش باش ما يتحرقوش لينا. يعني كيف ما شفتوا يعني جا هذا هو اللون ديالهم، يعني كون خليناهم حتى ينشف الوجه ديالهم علقاو لتحت ديالهم بدا اللون ديالهم بحال كيتحرق. وكنبقاو مره كنديروا لهم بحال هاد العمليه، يعني بحال كنضغطوا عليهم باش كيشد يجينا اللون موحد بحال الفوق بحال التحت. 3 ديال الدقائق وكنحيدوهم. نعاود معكم واحده اخرى. وضروري المقله ما كنغسلوها كل مره، وكنعاودو ندهنوها غير شويه بالزيت، وكنخوي فيها الكميه اللي كنبغيو على حساب السمك ديالكم اللي كتبغيو، سواء تبغيوها رقيقه او شويه كتكون غليظه. صافي كيف ما شفتوا النار كتكون مهيله، غير بين ما بان لينا ان الجوانب بداو كيتحمروا كياخذوا واحد اللون اللي هو شويه مذهب كيف ما كتشوفوا راه بدا. صافي من بعد كنقلبوها، وانا غنبقى مستمره حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا كامل، ونتلاقاو في طبق التقديم. ها هما الفطائر ديالنا بعد ما كملناهم. ها هما كيجيو خفاف، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو خفاف وحتى ريحتهم كتشهي. ها هو حتى اللون ديالهم من الخلف كيفاش كيجي، يعني كيجيو محمرين وكيوجدوا بسرعه. وهذه هي الكميه اللي عطانا هذاك الخليط. اللي بغى كميه اكثر ممكن يضاعف المقادير. حتى بالنسبه الى كيف ما قلت لكم الا درتو مقله صغر من هكذا في الحجم كتعطي كميه اكثر من هكذا. من بعد كناخذ شويه ديال العسل وكنسقيهم به. بالنسبه للعسل ندفيو شويه الا كانوا هما بردوا، ولا كانوا مازال دافين كنخليوه عادي، راه هما دغيا كيتشربوا هذاك العسل، كيصلحوا للكوتي او حتى الفطور. زوينين كيعجبوا الكبار وكيعجبوا حتى الصغار. من بعد كناخذ واحد الكميه ديال اللوز مهرمش او كاوكاو مهرمش على حساب اللي متوفر. انا خلطت هنا شويه ما بين اللوز افيلي وشويه اللوز مهرمش وكنرشهم عليه. هذا كفكره للتزيين، وممكن تزينوه باي حاجه متوفره. تقدروا تخليهم غير بحال هكذا او تزينوهم بالكوك او باي حاجه كيبقى تزيين على حساب الرغبه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجربوهم وتخليوا لي ارائكم في التعاليق. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.